جيراني الأعزاء المحترمين اللي دائما بتشرف بحضراتكم وأهلا بحضراتكم. اللايف ده مهم جدا لأن هكلم حضراتكم عن تفاصيل لقاء مهم جدا جمعني به السيد محافظ الجيزة بتواجده في اللقاء الموسع الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للصحافة بقيادة المهندس عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئة وبحضور رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين. ويمكن هذا اللقاء هدفه في المقام الأول مناقشة كل ما يخص محافظة الجيزة، وكان هناك أسئلة مهمة جدا من رؤساء التحرير الأساتذة الأفاضل اللي كانوا متواجدين في هذا اللقاء المثمر. والحقيقة كغير من السادة الأساتذة اللي كانوا متواجدين طلبت ان انا يكون لي مداخلة، وهنشر لحضراتكم الصور بعد هذا اللايف اللي يعني تضمنتها هذه المداخلة واللقاء مع السيد المحافظ توثيقا لكل كلمة احنا بنقولها. وحتى لما طلبت المداخلة يعني في مداعبة جميلة من الأستاذ الكبير والسيد المهندس المحترم المهندس عبد الصادق الشرباجي الجار العزيز رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يعني قال مع المحافظ أنا عارف عاصم الشندويلي هيسأل عن إيه، هيسأل عن حدائق الأهرام. وطبعا هو الشغل الشاغل لعاصم الشندويلي، خاصة إن المنطقة محتاجة المزيد كونها ملاصقة للمتحف المصري الكبير الذي يشهد تطوير ملحوظ وكبير جدا جدا في هذه الفترة. وده السؤال اللي أنا وجهته للسيد محافظ الجيزة النهاردة، قلت له معالي المحافظ حضرتك استعرضت النهاردة خطة طموحة وشفنا بعينينا من خلال الفيديوهات اللي قدمها معالي المحافظ النهاردة في تطوير المنطقة برمتها والبنية التحتية والطرق والشوارع وخلافه. قلت ده مش سؤالي أنا بس يا معالي المحافظ، ده سؤال كل سكان حدائق الأهرام، وهو متى تشهد حدائق الأهرام داخل سور المدينة التطوير المناسب كما هو الحال والحادث بالفعل حاليا في المناطق المحيطة في حدائق الأهرام. استهل المحافظ طبعا كلامه وقال يعني واكدت انا عليه، انا عارف ان اختصاصات المحافظه بتتقاسمها جمعيه تعمير صحراء الاهرام، وده يمكن العامل اعاقه واكدها معالي المحافظ في يعني تواجد التطوير بشكل مناسب وبشكل ملائم كما هو متواجد في المنطقة المحيطة. ولكن عندي كام تصريح مهم جدا من سيادة المحافظ، عندي كام خبر مهم جدا ان شاء الله هيفيد منطقة حدائق الأهرام في المرحلة اللي جاية والأيام القادمة. وعندي كمان تفصيلة طلبتها من السيد المحافظ بعد اللقاء وأنا جاي أسجل معاه، وشرحت له بعض الأمور ووصلت صوت سكان حدائق الأهرام من المشاكل اللي تفاقمت تحديدا مؤخرا في المدينة. وطلبت من سيادة المحافظ ان انا ألخص له كل هذه المشاكل بمذكرة تتضمن الصور وتتضمن استطراد عفوا طرح مفصل لكل المشاكل التي تفاقمت مؤخرا في حدائق الأهرام. والحقيقة السيد المحافظ رحب بهذا الأمر، ويمكن كان الوقت محدود جدا طبعا لأن العديد من السادة رؤساء التحرير كانوا متواجدين، فكان الإجابة مش شاملة لكل الأسئلة سواء اللي أنا سألتها أنا أو يعني باقي رؤساء التحرير. كانت على قدر الإمكان معالي المحافظ يحاول إن هو يجاوب بقدر الامكان اجابه شافيه ووافيه، ولكن انا هتكلم على الجزئيه الخاصه بيها بحدائق الأهرام اللي انا يعني خدت كام تصريح من سيادته كده ان شاء الله باذن الرحمن في هيبقى شغل الايام اللي جايه، وهيوجه ان شاء الله بحل بعض الامور والمشاكل اللي كانت موجوده وما زالت متواجده في حدائق الأهرام. وايضا هيطلع على المذكره بشكل جدي اللي ان شاء الله هقدمها لسيادته متضمنه كل مشاكل حدائق الأهرام بالصور وبالفيديوهات ومن مناشدات السكان لحل هذه المشاكل. ولكن الامر المهم جدا اللي انا حابب برضه اضيفه لكم في هذا اللقاء ان محافظ الجيزه كان ليه تصريح مهم جدا النهارده في لقائنا مع سيادته لما قال ان محافظة الجيزة ما كانش ليها دعم مخصص للنظافة. بفضل المولى عز وجل محافظة الجيزة أسوة بمحافظة القاهرة هيتم تخصيص دعم 500 مليون جنيه لمنظومة النظافة. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان شاء الله هيبقى في ارتقاء بمنظومه النظافه داخل محافظه الجيزه في الفتره اللي جايه. ويمكن انا طلبت من سياده المحافظ يعني تكثيفها في حدائق الأهرام، ووضحت له مشكله النباشين. والحقيقه كمان الراجل من نفسه اتكلم عن مشكله النباشين اللي شبهها بفيروس منتشر مش بس في حدائق الأهرام ولكن في اغلب الارجاء في محافظه الجيزه وفي جميع محافظات الجمهوريه. وهيكون في مواجهه مباشره، وهيكون في ان
شاء الله اجراءات بحيث ان يتم مجابهه هذا الامر وحل هذا الامر. كمان اتكلمنا عن يعني العديد من الامور، منها الشارع البطيء اللي هو ما بين طريق الفيوم وبين سور حدائق الاهرام اللي مستكملش، كان اخر رصف ليه حصل لمدخل الجيزه، المدخل عفوا التجنيد قبل حدائق الاهرام، وما تكملش باقي البوابات، واكد لنا ان ده هيتم ان شاء الله خلال الايام اللي جايه، ولكن بس بعد الانتهاء من اعمال المرافق والخدمات اللي موجوده في هذه المنطقه. وده يمكن قاله لنا قبل كده في لقائنا مع سيادته ولما اتكلمت معاه في زيارته لنادي حدائق الاهرام، واكد لنا ان هو عايز يسفلت الشارع ده، وعايز يعني ومجهز كل المخصصات الخاصه بهذا الامر، ولكن بس الاعاقه في موضوع الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات، خاصه بعد البوابه الثالثه في مجموعه من المباني كده اللي بتتبني، ودي هيتوصل لها حاجات عشان ما يتمش التكسير، ولكن انا نشدت سيادته بسرعه الانتهاء من هذا الامر. كمان طلبت من السيد محافظ الجيزه التواجد المروري، وتحديدا في اوقات الذروه، في وقت دخول المدارس ووقت طلوع المدارس. وانا بكلم المحافظ في هذا الامر كان بيدون الملحوظه ديت، ويمكن مش انا بس اللي اتكلمت عن حدائق الاهرام في تواجد المرور، لكن العديد ايضا من الاساتذه وزملاء رؤساء تحرير الصحف اتكلموا عن تواجد المرور في عدد من المناطق الاخرى بحدائق الاهرام. ومعايا المحافظ الجيزه قال ان شاء الله هيتم التنسيق لهذا الامر، واتكلمت مع سيادته في موضوع السفلته، وقلت له يا فندم انا عارف السفلته دي مش من اختصاص المحافظه، هي من اختصاص الجمعيه طبقا للوائح والقوانين، ولكن عايزين نشد على قدرهم في هذا الامر. سكت سكته طويله كده، وقال ان شاء الله الايام اللي جايه هيكون في كلام تاني خالص. فاتمنى ان ده هيحصل على ارض الواقع، وان شاء الله برضو هلخص كل المشاكل. كل الناس بتبعت لي شبه يومي سواء على الصفحه العامه او على جروب حدائق الاهرام القادم افضل. ان شاء الله المشاكل الجديده اللي تفاقمت مؤخرا والمشاكل القديمه وغيرها من الامور الاخرى هلخصها في مذكره متعلقه بحدائق الاهرام فقط، وهيتم تقديمها بشكل رسمي ان شاء الله لمعالي محافظ الجيزه، وده اللي وعد بيه. مشكله الكلاب الضاله، محافظ الجيزه النهارده قدم حل محترم، وكان ده فكره المحافظه، وان هو هيوقع بالفعل بروتوكول تعاون ما بين مديريه الطب البيطري التابعه لمحافظه الجيزه وايضا كليه الطب البيطري بجامعه القاهره، بحيث ان يكون في تنسيق كامل، ان يكون طلبه كليات الطب البيطري ما يتخرجوش الا لما كل واحد يطعم على الاقل 15 كلب، وايضا يتم اخصاء يعني يقوموا بكل الاجراءات المتعلقه بهذا الامر، بحيث انه يحافظوا على التوازن البيئي، وايضا ان يتم حل المشكلات المتعلقه من انتشار الكلاب الضاله بشكل كبير جدا في محافظه الجيزه، وليس فقط في حدائق الاهرام. ده طبقا لما صرح بيه وقاله محافظ الجيزه حرفيا. انا عارف ان في مشاكل كتيره جدا ما لحقناش نتكلم فيها النهارده مع السيد المحافظ، ولكن بشكل ودي اتكلمت معاه بعد انتهاء اللقاء قبل ما اسجل معاه، وهنشر لحضراتكم زي ما قلت لكم الصور وكل التفاصيل المتعلقه، حتى وانا بتكلم مع سياده المحافظ اثناء مداخلتي في اللقاء الموسع والمؤتمر اللي عقده بالهيئه الوطنيه للصحافه، او حتى في لقائي مع سيادته بعد ما خلص المؤتمر وانا بتكلم معاه بشكل ودي كده. قلت له يا فندم احنا محتاجين صحوه جديده وصحوه كبيره جدا في حدائق الاهرام الفتره المقبله، واكد انه هيحصل ده، وان شاء الله هيحصل ده، وهنتابع مع حضراتكم كل الامور اللي هتحصل. فان شاء الله هطمنكم، وان شاء الله خير، وزي ما اعتدنا ان احنا نتابع، زي ما اعتدنا ان شاء الله هننقل كل ما يتم ان شاء الله من قرارات واجراءات في المرحله القادمه على ارض الواقع. وده اللي اكد عليه السيد محافظ الجيزه المهندس عادل النجار في اللقاء اتشرفت بيه النهارده مع سيادته في الهيئه الوطنيه للصحافه اثناء اللقاء الذي عقد بالهيئه بحضور رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين، وايضا بحضور السيد المحترم المهندس عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه. اتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا نكون وفينا اغلب المشاكل، ولسه كمان المشاكل الاخرى بتفاصيلها برمتها بصورها بفيديوهاتها ان شاء الله هتبقى موثقه في المذكره اللي هقدمها للسيد محافظ الجيزه ان شاء الله الايام اللي جايه. وكمان منظومه النقل مش هنساها، وكمان منظومه زي ما احنا قلنا الباعه الجائلين اللي هم كانوا الموجودين في الحدائق، وايضا منظومه الامن على البوابات اللي بدا للاسف دوره يتراخى شويه الايام الماضيه. كل ده هيطرح بالمذكره، وكل كلمه حضراتكم وكل مشكله بعتوها لي على صفحه عاصم الشندويلي الخاص عفوا العامه، او حتى على جروب حدائق الاهرام القادم افضل مع الاعلام عاصم الشندويلي، تصل والله ان شاء الله في مذكره شامله لمعالي السيد محافظ الجيزه
يدا بيد باذن الله الايام المقبله. حبيت بس ادي حضراتكم جرعه من الامل، دايما مؤمن انه ما ضاع حق وراءه مطالب، مهما كانت الامور ومهما كانت التحديات عمرنا ما هنيأس، وهنسعى بشكل كبير جدا الايام اللي جايه نحسن المدينه. ناس كتير افتكرت ان انا ما كنتش بعمل لايفات او فيديوهات عن المدينه، قالوا ده عاصم الشندويلي عزل، عاصم الشندويلي ما بقاش موجود في الحدائق. عايز اوصي حضراتكم واقول لكم ان عاصم الشندويلي حتى لو ربنا سبحانه وتعالى فتحها عليه واخد قصر في احسن مكان فيك يا قاهره او يا جيزه او يا مصر بشكل عام، والله ما هترك ولا هسيب حدائق الاهرام، لان دي مسؤوليه عقدتها مع ربنا سبحانه وتعالى وضميري، ان انا طالما الناس ائتمنتني واحبتني في الله ان انا انقل صوتهم واسعى لتحقيق مطالبهم على ارض الواقع، هستمر فيها لاخر يوم في عمري. وده والله ما كلاما، اكيد الناس ملاحظه على مدار السنوات الكتيره الماضيه ان احنا بنسعى بكل جهد وبكل يعني ما اوتينا من قوه وكل ما في ايدينا من اختصاصات ومسؤوليات وفي ايدينا من سلطه زي ما بيقولوا، يعني سلطه الاعلام وسلطه الصحافه في توصيل صوت المواطن للمسؤولين بحل المشاكل يعني اللي بتواجه الناس. وده اللي كان الشغل الشاغل النهارده كمان للساده رؤساء التحرير والزملاء الاعزاء اللي طرحوا العديد من المشاكل في مناطقهم المختلفه على سياده محافظ الجيزه. وطبعا كنت مبسوط جدا لما المهندس عبد الصادق الشربجي وانا بطلب الكلمه والمداخله مع محافظ الجيزه قال انا عارف عاصم الشندويلي هيسال عن ايه، عن حدائق الاهرام. ده تتويج كبير ليا ان عاصم الشندويلي مربوط انه يعني الحمد لله معني بهموم مشاكل حدائق الاهرام وسكان حدائق الاهرام، ودي حاجه والله العظيم بالنسبه لي تتويج كبير وسام على صدري وتاج فوق راسي، واغلى من كنوز ومناصب الدنيا كلها لما الناس بتشوفني سواء ساكنين في الحدائق اللي هم ما شاء الله الحدائق بتجمع قامات كبيره جدا جدا من مختلف الاماكن المرموقه في الحدائق، لما بتشرف بلقائهم في المحافل وفي البلوزرات وفي كل هيئات يقولوا شكرا على المجهود اللي انت بتقوم بيه، ده اسمى تكريم واغلى مكافاه اتشرف بيها. وكمان التكريم الاكبر لما بشوف ناس متابعانا مش بس من مصر ولكن من دول عربيه بعتوا لي ويدعوا ويتكلموا كمان عن العبد لله بشكل كويس وعن المجهود اللي احنا بنقوم بيه في حدائق الاهرام، فده والله العظيم تاني وسام على صدري. اتمنى يا رب دائما اكون عند حسن الظن، واتمنى ان يقدرني المولى عز وجل ان احنا نكمل المشوار على كل خير في حل كل مشاكل حدائق الاهرام. وزي ما قلت بستغل كل موقف او كل لحظه اقدر اتواجد فيها مع محافظ مع وزير مع مسؤول ان انا اوصل صوت السكان في مشاكل حدائق الاهرام لهذه الجهات. يمكن المحافظ برضه اكد على الاختصاصات اللي تخص بالجمعيه وقال ان شاء الله المرحله اللي جايه هيبقى في كلام تاني، وهيبقى ان شاء الله في ضغط شويه على الجمعيه بحيث انها تكمل مهامها في اختصاصاتها تجاه حدائق الاهرام، وعلى راسها السفلته اللي هي في اختصاصات الجمعيه وليست اختصاصات المحافظه. ويمكن ده اللي قلته معالي محافظ الجيزه، السكان لما بتشوف الازقه والشوارع بتتسفلت في حدائق الاهرام بتقول ازاي حدائق الاهرام ما بتتسفلتش وهي الملاصقه للمتحف المصري الكبير؟ لا، والرد طبعا الطبيعي لان السفلته من اختصاصات جمعيه تعمير صحراء الاهرام. فنتمنى يا رب ان شاء الله الايام المقبله ان تشهد خطه طموحه زي ما قال معالي المحافظ في استكمال مسيرة التطوير مش بس في حدائق الأهرام ولكن في كل أرجاء المنطقة برمتها. وزي ما شهدت هذه المنطقة الملاصقة للمتحف تطوير كبير إن شاء الله حدائق الأهرام، وكمان أيضا منطقة التجنيد اللي اتكلمنا عنها. اتكلمنا كمان عن مشاكل المية، إن شاء الله الدور اللي بتقوم بيه المحافظة الفترة اللي جاية بحيث إن تمنع أو يعني تتصدى ويكون في خطط استباقية لمنع مشاكل المية إنها تحدث تاني والحاجات دي كلها. وإن شاء الله بإذن الرحمن كل التفاصيل دي برضه هنستعرضها بشكل رسمي وبشكل مفصل في المذكرة اللي هنقدمها لمعالي محافظ الجيزة، وخاصة المشاكل التي استحدثت مؤخرا في حدائق الأهرام، وعلى رأسها مشاكل الباعة الجائلين النباشين، مشاكل السفلتة، مشاكل منظومة النقل، المشاكل المتعلقة بال يعني عدد من الشوارع اللي هي مشاكل البناء. وايضا معالي المحافظ اكد ان شاء الله هيبقى في توجيه الفتره القادمه بردع مخالفات البناء في حدائق الاهرام. انا بقول لحضراتكم اللي قالوه لي وبقول لحضراتكم التصريحات اللي احنا اتكلمنا فيها بحيث ان يبقى برضو ان شاء الله يكون في متابعه مستمره ونكون ان شاء الله قادرين ان احنا نوصل صوتكم
في كل مكان نتواجد فيه باذن الرحمن مع اي مسؤول، وان شاء الله هتابع مع حضراتكم واقول لكم النتائج اللي هتحصل المرحله اللي جايه، سواء من توجيهات من محافظ الجيزه للجهات المعنيه في الحدائق بتنفيذ بعض الامور لحل المشاكل، وهنصور لكم على ارض الواقع، وفي نفس الوقت كمان هنقول لكم يعني ما تقول له الاوضاع بعد ما نقدم له المذكره اللي يعني بلغت بها السيد محافظ الجيزه ان احنا نلخص فيها كل يعني المشاكل اللي بتخص المدينه. استاذه ايمان بتقول مشاكل الكلاب اتكلمنا فيها، وهتبقى برضو من ضمن المشاكل ان شاء الله هنستعرضها في المذكره اللي هنطرحها للسيد محافظ الجيزه. هاخد بس تعليقات بسرعه يا جماعه. استاذه شيرين بتقول متسولين والشوارع المسدوده بالقمامه، ده والله العظيم عرضته بشكل مباشر عليه. والاستاذه منى بتقول نشكر حضرتك فوق راسي يا فندم، وانا ده اللي انا والله وضحته ليه معايا لمحافظ الجيزه. الاستاذ احمد فاروق بيقول يا فندم بقالنا سنين ما فيش حاجه من محافظه الجيزه. عايز اقول لحضرتك يا فندم ده اللي انا قلته بشكل يعني قلت يعني امتى التطوير يشمل محافظه حدائق الاهرام كما هو شامله الامر في ارجاء المتحف المصري الكبير، وكان الامر العائق هو اقتسام اختصاصات حدائق الاهرام ما بين المحافظه وما بين الجمعيه، ولكن المحافظ وعد بالتدخل المباشر والتواصل مع الجهات المعنيه التي تتبع لها الجمعيه زي التعاونيات في وزاره الاسكان، بحيث ان يكون في تكاتف ما بين الجهات المعنيه والمسؤوله في هذا الامر ان شاء الله المرحله القادمه. الاستاذ احمد صلاح بيقول التشجير والزباله. التشجير طبعا امر مهم جدا، والحقيقه انا طالبت بيه بحيث يبقى موجود، وان شاء الله هنقطع فيه شوط طويل المرحله اللي جايه. والزباله زي ما احنا قلنا ان شاء الله في منظومه جديده للنظافه مش بس في حدائق الاهرام ولكن في محافظه الجيزه بعد تخصيص قرابه ال 500 مليون جنيه دعم للمحافظه اسوه بمحافظه القاهره. يا ريت نشير اللايف عشان الناس تتفائل. انا عارف ان في ناس كتير جدا فقدت الامل، حتى لو قالوا كان في تصريحات وما اتنفذتش كلها، حتى لو اتنفذ من 40 تصريح واحد ده بيدينا الامل ان احنا نكمل المشوار على خير، ومش هنيأس مهما كان، بحيث ان احنا ان شاء الله نوصل صوتنا لكل جهه مسؤوله في الدوله، بحيث ان شاء الله كل الامور تتحل وكل حاجه في حدائق الاهرام تبقى افضل. ده مبدئي، حتى الجروب سميته حدائق الاهرام القادم افضل، وباذن الله هيكون القادم افضل، وهفضل اقول القادم افضل طالما بنسعى كلنا وطالما بنتكاتف وطالما ان احنا بنوصل صوتنا لكل مسؤول في الدوله. وده اللي حصل واللي هيحصل. وبشكل شخصي انا كعاصم الشندويلي بنتهز ده والله زي ما قلت لحضراتكم في كل لقاء بيجمعني مع السيد محافظ الجيزه، مع السيد وزير الاسكان، مع اي مسؤول في الدوله، وبوصل صوتي وصوت سكان حدائق الاهرام لهذه الجهات المعنيه والساده المسؤولين. شكرا لحضراتكم. يا ريت تشيروا اللايف، وان شاء الله هشير لكم بعد هذا اللايف الصور اللي جمعتنا في لقائنا مع السيد محافظ الجيزه والسيد رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه، وايضا كواليس لقائي المنفرد مع محافظ الجيزه، والذي طرحت من خلاله العديد من المطالب ووصلت فيه العديد من شكاوى الناس في حدائق الاهرام. تحياتي وتقديري، عاصم الشندويلي. السلام عليكم.